لمشاهدة طريقة كبسة البشاور الدجاج المحمر لا تفوتكم، شاهدوا واستمتعوا. وهذه أغراض الكبسة: دجاج قطعناه نصاف غسلناه، بهارات العدلة، رز البشاور، الزبيب، البصل والثوم. بداية بنضيف زيت الزيتون، كل واحد يحط الزيت اللي يعجبه. في البداية بنضيف البهارات العدلة على الزيت عشان نطلع الدهون اللي فيها، حمستين ثلاث بس. بعد كذا نضيف البصل والثوم. يا حلو الصوص. بنضيف الفلفل عشان يعطي نكهة كذا سبايسي خفيف. نضيف الدجاج ودرجة الحمسة المطلوبة. بعد كذا بنضيف الملح الخشن الكمية اللي تكفينا. بعد كذا بنضيف الموية. بعد ما ضفنا الملح والموية بنقفل الكاتم، وإذا صفر نعطيه 10 دقائق. صفر الكاتم زي ما قلت لكم، نعطيه 10 دقائق ويكون الدجاج جاهز. رز البشاور أفضل شيء تنقعه بموية ساخنة أو مغلية. بعد كذا هذا سر لا تعلمون بأحد، صب عليه زيت زيتون عشان يكون نثري على كيفكم. نخليه ينقع تقريبا نص ساعة. وهذا دجاجنا استوى، بس بنطلعه عشان نتبله وندخله التحمير. وهذه بهارات تتبيلة الدجاج: فلفل أسود وكزبرة مطحونة وبابريكا وبهارات مشكلة وملح. ونضيف شوي موية ورد، شيء بسيط بس. ونضيف زيت الزيتون. وهذه مرقة الدجاج بنضيفها على التتبيلة هنا، نخلطها ونتبل الدجاج. عرفتوا شلون الوصفة؟ والله بتدقون دجاج شيء ما ينشبع منه. جاهز. بعد ما نحط التتبيلة بنضيف رشة خاخ الزعفران، هذا يعطيك ريحة ونكهة. إنما إيه، طلعنا الدجاج زي ما انتم شايفين وصفينا المرق، والآن بنضيف الرز. والحين نضيف الجميل، حلاوة الكبسة على خفيف. الحين انتهى هذا الرز. نبي نضيف الزبيب وبنضيف الكشني ونضيف الكزبرة المطحونة، راها من أسرار الطبخ، كزبرة مطحونة. وبنضيف بخة الزعفران. يا سلام. بعد كذا عاد نقفله، إذا صفر نعطيه ربع ساعة يكون جاهز. وبدأ يصفر الكاتم نقصر عليه ونعطيه ربع ساعة ويكون جاهز. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الدجاج تحمر على كيفكم. يا سلام سلم. هذا رزنا جاهز، وهذه كبستنا جاهزة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا روحي شوف اللون، الله تبارك الله. عينكم على الألوان، كل حبة لون. ما شاء الله تبارك الله. البشاور جاهز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وهذه كبسة الدجاج البشاور المحمر جاهزة. بألف عافية علينا وعليكم.